الجلد هو أكبر غضون في جسم الإنسان، وهو الدراع الأول اللي كيحمينا من العالم الخارجي. هذا الغلاف العجيب كيتكون من طبقات معقدة، كل وحدة عندها دور محوري في الحفاظ على حياتك. الطبقة الخارجية أو البشرة كتبان في التصميم ديالها القرميد ديال السطح، هي اللي كتمنع الماء يخرج من الجسم، وفي نفس الوقت كتمنع الجراثيم والمواد السامة باش ما يدخلوش للداخل. داخل الجلد كاينين خلايا سميتها الميلانوسيت. هاد الخلايا كتنتج صبغات الميلانين اللي كتعطينا اللون ديالنا، ولكن خدمتها الأهم هي امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة باش تحمينا من السرطان. إلا نزلنا للأدمة كنلقاو شبكة قوية من ألياف الكولاجين والإلاستين. هاد البروتينات هي اللي كتعطي للجلد القوة والمرونة ديالو، وهي اللي كتخليك تقدر تمدد الجلد ويرجع لبلاصتو بسهولة. الجلد هو المكيف الطبيعي ديال الجسم، واللي كطلع الحرارة الغدد العرقية، كتخرج الماء للمسام، واللي كيتبخر هاد العرق كينقص من حرارة الجسم، كيحافظ على التوازن الداخلي. كاينين أيضا الغدد الدهنية اللي كتفرز الزيوت الطبيعية. الزيوت كترطب الجلد، كتخليه ديما لين، كتشكل طبقة عازلة كتحارب البكتيريا والفطريات اللي كتحاول تسقر فوق منك. الجلد هو وسيلة اتصال ديالنا مع العالم. ملايين النهايات العصبية كتحس بالحرارة، البرود أو الألم. في كل لمسة كيرسل الجلد إشارات كهربائية سريعة للدماغ باش يعرف شنو كيوقع برا. اللي كيتجرح الجلد كيبدأ إنجاز حقيقي، الجسم كيطلق عملية ترميم فورية فين كيتسد الجرح بالدم، وكتبدا الخلايا الجديدة تبني راسها بسرعة باش ترجع للصور الدفاعي كيف كان. فوق جلدك كاين عالم حي ومستعمرات ديال بكتيريا نافعة. الميكروبيوم كيتعاون مع المناعة ديالك باش يطرد البكتيريا الضارة، وهو توازن دقيق كيحافظ على صحة الجلد. الطبقة الثالثة هي تحت الآدمة، وهي عبارة عن دهون كتعمل كعازل حراري كيحمينا من البرد. كتخدم حتى هي كخزان للطاقة وكوسادة كتحمي الأعضاء الداخلية من الصدمات. في الختام، الجلد ماشي غير غلاف، بل هو نظام دفاعي وحسي متكامل كيخدم بلا توقف. تهلا في دراك الحي، حيت هو اللي كيربطك بالعالم، هو اللي كيحميك منه. تهلا بصحتك. إلا كنتي من الناس اللي كيعجبها هذا النوع ديال المحتوى العلمي وباغي تشوف أسرار الجسم البشري والعالم اللي داير بينا، ما تنساش ديري اشتراك للقناة وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي كامل في الحين. شكرا لكم بزاف على المشاهدة والدعم. إلى اللقاء.